النهاردة بقى نعمل مع بعض خلطة محشي بس بجد جبارة تحفة، يعني كل اللي هياكل هيسألك ايه انتي عاملة الخلطة دي ازاي. بجد خلطة تحفة ومفلفل، وبصوا مش قادرة احكيلكوا. تعالوا بينا اوريكم انا عملته ازاي. انا هنا بحب احط زبدة كده في خلطة المحشي، زيت بقى، زبدة، سمنة، المادة الدهنية اللي تعجبك. خلاص انا هنا هعمل 3 كيلو من البتنجان، فدول 6 بصلات كبار، يعني كل كيلو بتنجان ظبطيله كده بصلتين كبار او 3 وسط. خلاص ضربت بقى البصل زي ما انتوا شايفين كده، ده 6 بصلات كبار. ودي تركاية بقى مهمة بتنقل الخلطة في حتة تانية. انا بحب اضرب فلفل رومي كده، دول حوالي 3 فلفلات رومي، ضربتهم كده صغير في الكبة بعد البصل. جربي كده التركاية دي وهتدعيلي عليها. خلاص حطيت معلقة ملح كبيرة كده عشان تدبل معانا البصلة بسرعة، يعني ما تاخدش وقت على النار. خلاص يبقى حطينا البصل عليه فلفل رومي او سبايسي زي ما انت عايزة، ومعلقة ملح كبير. وهننزل بقى دول حوالي كيلو ونص من الطماطم عشان انا هعمل كمية كبيرة. هو كل كيلو بتنجان بياخد نص كيلو من الطماطم، فانتي ظبطي بقى. خلاص حطي كده الطماطم كتير عشان الخلطة تبقى طعمها حلو كده وحمرة وطعمها تحفة، يعني زي السكر. جربوا كده الطريقة دي هتعجبكم جدا. خلاص حطيت بقى كل كمية الطماطم اللي انا عايزاها، كيلو ونص. هنحط بقى معلقتين صغيرين من البهارات المحشي، معلقة كمون، كله بقى معلقة صغيرة ما عدا خلطة المحشي. كمون، كزبرة، فلفل اسود، شطة صغيرة، دي بابريكا معلقة كده صغيرة، ومكعب من المرق. وخدي بقى احلى خلطة محشي. يبقى نعيد مع بعض البهارات تاني. بهارات المحشي: ملح، حطينا الملح في الاول، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، وربع معلقة من الشطة كده، مش عايزة استغني عنها، بس هو ما بيبقى مشطشط كده بيبقى طعمه جميل قوي. هنقلب بقى كل البهارات دي مع الخلطة، ونسيبها على نار هادية لغاية اما تتسبك وتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفين ده. انتوا بقى عندكم كزبرة وشبت وبقدونس حطوها، طبعا انا شلت من على النار. انا بقى طلعته، يعني انا كنت مفرزة خضرة، بصي طلعتها حالا، يعني مش وانا مثلا ببدأ في الخلطة طلعتها من الفريزر، لا، اول ما شلت الحلة من على النار طلعت الخضرة من الفريزر وحطيتها كده، هتفك على السخونية مش هتاخد وقت. ودول كانوا 3 كوبايات من الرز، لا 4 كوبايات، سوري 4 كوبايات من الرز. حطيت عليهم الخلطة كده. بصوا بقى انا عايزة اوريكم الخضرة فريش، يعني اكنها لسه متقطعة حالا، ولا مجمدة، ولا لونها غير، ولا اي حاجة. بسبب ان احنا نحطها مجمدة كده في ساعتها في الخلطة. خلاص خدوا بالكم من التركية دي. طبعا جبنا بقى بتنجان، عايزة فلفل، كوسة، براحتك بقى، شوفي المناسب ليكي واعمليه. هنحشي بقى كده. بصوا في الحشوة بقى، عايزة يعني لازم تدخلي كده بصبوعك تتأكدي ان الرز نزل لتحت، وتسيبي اول ربع كده من البتنجانة فاضي عشان اما يستوي الرز ما يخرجش بره ويبقى مليان في الحل. لازم اول ربع فاضي. وراعي وانتي بتحشي تنقي الكبير كده وتخليه من تحت، يعني تنقي البتنجان الكبير وتخليه بقى من تحت. ولازم نضغط كده حلو قوي عشان نتأكد ان الرز جوه. دي تركية مهمة جدا عشان لما تيجي تاكلي البتنجان كده ما يبقاش فاضي. بصوا بقى دي كانت واحدة رفيعة، فانا يعني بنتي بتحشي معايا قالت مش بعرف احشيها، فقلت اما اوريكم بتتحشي ازاي، عشان ما بحبش كلمة معرفش دي. احنا بننزل لجوه كده بصبعنا ونرجها نتأكد ان الرز نزل لجوه، نحط حبة ونرج، هتتملي بقى وتبقى جميلة معاكم. خلاص انا قلت اما اقول لكم على التركايه دي. هنجيب بقى اي نوع شوربة عندك، مش عندك اعملي ماجي. دول كانوا 3 كوبايات من الشوربة، لكل كيلو بتنجان كوباية شوربة. واسمعوا كلامي هتاخدوا احلى محشي مفلفل. حطيت عليها بقى معلقتين من الصلصة كده عشان يبقى لونها حلو. خلاص هي الشوربة كانت ملحها مظبوط، ظبطي كده الشوربة واديها معلقتين من الصلصة، هتاخدي احلى شوربة محشي. بصوا اهي 3 كوبايات، يعني مش واصلة حتى الربع الحلة، بس هيستوي وهيبقى مفلفل وهتشوفوا، يعني محدش يستقل الشوربة، يعني مش لازم نغطيه عشان يطلع معانا مفلفل. اهو بصوا ولا نقطة شوربة زيادة، ومستوي و10/10 ومفلفل. اول ما غلي معانا، يعني اول ما غلي في السوا، وطيت عليه بقى وسبته على نار هادية لمدة نص ساعة. من بعد الغليان هياخد معاكي نص ساعة على نار هادية.
هيطلع بقى معاكي تحفة ومفلفل كده، وبجد 10/10. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا عليكم يا رب.